السيد محمد منطقة بطن البقرة. هنا مفيش أي خدمات خالص، ولا دكتور ولا صيدلية ولا أي حاجة. لا ما هو هنا وهنا عادي برضه، ما المنطقة واحد، مفيش أي خدمات خالص. وعندك الصرف الصحي أهو، يمكن أنت صورته، والغاز وده كله، والمساكن مفيش بيننا وبينها 10 متر، وبرضه مش عايزين يطوروه. حتى الصيدليات هنا مفيش صيدليه، مفيش دكتور هنا حتى في المنطقه ان هو يكشف عليه. اقرب مستشفى ليكم؟ اقرب مستشفى جامعه عمرو. لا اقرب مستشفى هرمل، اقرب من القصر. هرمل بيحولك على القصر عين. ماشي، ما هي برضه اقرب مستشفى. انت تروح القصر عين اسمها هرمل. طب في مشاكل تانية؟ دار السلام العام. في مشاكل تانية غير مشاكل السكن، غير مشاكل ما هو انا بقول لك اهو، انت عايز مشاكل اكتر من كده ايه؟ اتكلم براحتك، اتكلم براحتك. ما هي دي بقى، دي اهم مشكله بأمانة الله خبرة. دي بقى المشكله اللي الوسط اللي كله لسه اقول لك عليها. الاسم حق لا اله الا الله وواجه اي حد. الاسم في ناس ظلمه بينزلوا، ولو لقوك شغال مش شغال ياخدوك يعملوا لك قضيه. امضي على كده. دي هنا الناس بتعاني منها جامد، ونسبه التشرد 100% عشان الموضوع ده. المخدرات ليه اقول لك؟ عشان الموضوع ده ومشغلين ضرائب المخدرات. والله العظيم بكلمك جد. يعني ممكن يكون مثلا واحد صنايعي شغال معايا وجاي ولا حاجه ياخده ويعمل له قضيه. هو الروتين ده كده. اسم مصر القديمه. اسم مصر القديمه ده احنا تعبانين. اسمك هنا ايه بقى؟ اسمه هدى شحاته. من المنطقه هنا من مصر القديمه بطن البقره. هنا قاعدين فيها شاربين المر بصراحه. عشان انزل السوق انا رجليا وجعاني وبمشي عليها بالعافيه، لازم اركب مواصلات رايحه جايه عشان اروح لحد السوق. بنتي في المدرسه بتديله مغزى، تطلع النواحي عزبة خيرالك، بتطلع مزلينات وحتت مقطوعه ما بنبقاش عارفين. وشباب برضو مفيش مدارس هنا خالص؟ لا هنا مفيش، ده قدام لجوه خالص كده ونطلع لها مسافات. تمام. وهنا العشاء له مغزى ميه بننزل نطلقها تحت. كنا بنتعب في الميه، الوقت لو وصلنا الميه ربنا كرمنا بنملى بالليل، بس ما كناش نسهر بالليل ما نعرفش نملى ميه. بالنهار بتبقى مقطوعه؟ ما تبقى قطعه على طول عندنا كده. حتى جبت حته موتور بردك مش نافع فيها. وادي نظام العيشه اهي زي ما انت شايف، العيشه على الجد. والراجل كبير، انا عندي جوزي 60 سنه ربنا يديله الصحه. معايا 5 عيال ومعايا عيلين في الدياش. فمش عارفين نعمل. ما فيش حد من الناس من المسؤولين جم يتكلموا ولا الحكومه جم يتكلم معاكي ولا؟ لا ما حدش. في جماعه قبل كده جم وصوروا ولفوا على المنطقه كلها وما شفناش حاجه منهم. واحد قال لي يا ام ادعي ان الورق ما يتحطش في الادراج. بس انتوا ما تعرفوش ان في تطوير ولا تعرفيش اي حاجه؟ ما نعرفش. جماعه يقولوا يطوروها وجماعه يقول لك ما ينفعش التطوير عشان المتحف. فمش عارفين لسه، مش عارفين النظام هيرسونا على ايه، ما حدش عارف. تمام. واحنا قاعدين برضه ابني معاه عيال ومزنوقين له مغزى في كده، ولا عارفين نتصرف ولا عارفه ابني. يعني لو المكان مؤسس عندنا هنا احنا له مغزى على كوم تراب. يعني الحيطان دي مبنيه على تراب، كل التراب ما بيجري الحيطان بتسحب من بعضيها. تعبنا في كل ما نلصم فيها. عملتها قبل كده وعملت تاني وهي زي ما انت شايف كده. ودي وهنا تلقى ما بين جيراني السلم برضه مكركب. والعيشه على الجد، يعني مش هعرف اقول لك هعمل فيه ولا. بدي لها 120 جنيه معاش.